أيوة human element is the most difficult. بس أنا my PhD was in organizational behavior, so I believe in HR. If you can't get people motivated أو on board, then change هيبقى صعب مهما عملتي في التكنولوجي. طب يا دكتور، هو أي تحول بيحصل في حياتنا أصلا في العموم لازم بيقابلنا فيه challenges و objections كده بتقابلنا. فالdigital transformation journey اللي في ال AUC إيه الchallenges اللي واجهتوها فيها من البداية وحلتوها إزاي؟ بس إحنا كنا we're very lucky لأن إحنا ابتدينا ال transformation journey دي سنة 1988. هذا من البداية خالص. فسيريسلي إحنا من الانتيتيز القليلة جدا اللي كان عندنا systems و ERP systems و data collected على السيستم دي من زمان. فده بيخليكي دايما ahead of the curve. يعني actually ساعات كتير شركات بتيجي تبقى عايزة نشتغل معاهم لأن هم they use us بعد كده كرفرنس في حتت تانية. having said that أنتي عندك spectrum قوي جدا. with every change في مشاكل كتير. في طبعا ناس بتريزيست change. في دايما عندك بقى يعني changes اختلفت في over time. resistance to change و complexity وانك انت جامعة قديمة فالبروسيسز قديمة فانا عايزة do things زي ما انا بعملها. كل ده موجود. مع كوفيد الحقيقة كوفيد كان أسرع أكتر حاجة empowered digital transformation. احنا كنا بنزق الناس طب نعمل السيستم ده. الموضوع عدى لا احنا على عندنا طول. طوابير. انا النهارده عندي pipeline of projects unbelievable. فالديماند is excessive. فدلوقتي التشالنج بتاعتي ما بقتش ان انا اقنع الناس انها تنقل بس ان انا make sure ازاي ان الترانسفورميشن هتتم صح. يعني هل احنا كانستيتيوشن we're ready for this change؟ هل البروسيسز بتاعتي متظبطه وستريملايند وهي best practice ولا انا بقى مجرد باخد القديم واعمله زي ما هو which is not a good thing؟ هل عندي ريسورسز البني ادمين هعرف اشتغل كام ده؟ فبيزيكلي it's the maturity of the entity and the readiness for change. فده بقينا more aware that we have to do this في حاجات كتيره جدا and it involves بقى people, process و technology. أي transformation فيها 3 dimensions دول وكلهم بيكملوا بعض. بس technology is the easiest. people and process are always the most difficult. processes again احنا جامعة قديمة 100 سنة بقالنا شغالين كويس مقتنعين بالبروسيس بتاعتنا كتير منها خلاص ما بقاش له لازم انا اعدي على الستبس كلها. وبيبل الهيومن element هو اللي بينجح اي حاجة او يفشلها. بس الهيومن element بيبقى ان احنا نتشينج فيه تبقى اصعب حاجة. حس ان هي بتاخد وقت. بتبقى اصعب حاجة بس if you look at it from what's in it for them if you تعمل يعني بنسميها co-design او if you bring them on board as much as you can then you have their buy-in. having said that أيوة human element is the most difficult. بس أنا my PhD was in organizational behavior so I believe in HR. if you can't get people motivated أو on board then change هيبقى صعب مهما عملتي في التكنولوجي. مش هتبقى utilized مش هتبقى effective هتبقى layers موجودة لا تستعمل. you have to bring people on board.